الكتلة الخليجية منظومة التعاون لا تريد يمنا مستقرا سياسيا آمنا اجتماعيا به قدر من الرفاه والرخاء الاقتصادي. في ذلك ليست لها مصلحة حقيقية. أنا أتصور هذا يأتي يعني امتداد للمزاج العربي في التعامل مع الجوار. أنا أحسب أن يمن مستقر سياسيا آمن اجتماعيا به شيء من الرخاء الاقتصادي هو قيمة مضافة للأمن القومي الخليجي، ولكن النظرة الخليجية أي الفلسفة التي تحدثت عنها التي بموجبها تنظر الكتلة الخليجية إلى اليمن هي التي تفرز كل هذه التداعيات. لو رجعنا قليلا إلى الوراء عندما قامت الوحدة اليمنية عام 1992 ثم قام محاولة الانفصال الجنوبي عام 1994 يعني المفارقة أن دول الخليج قاطبة قد اصطفت مع محاولة الانفصال ودعمت الانفصاليين عيانا بيانا. كانت المسألة ليس فيها مساررة وإنما كانت مسألة مجار بها. الذي حدث في 2011 وما تبع ذلك في 2014 هو امتداد لهذه الفلسفة السياسية التي تتبعها المنظومة الخليجية والكتلة الخليجية في التعامل مع القضية اليمنية. العامل الرئيس في يعني كلا المناسبتين 94 2011 2014 العامل الرئيس هو التخوف من وجود قوة سياسية يمنية يمكن أن تصل إلى السلطة كاستحقاق سياسي. دول الخليج تعيش حالة من الوهم في يعني تقييم المخاطر، وإلا فإن هذه القوة حتى لو يعني تقلدت مقاليد السلطة في اليمن فإنها لا تمثل ولا تشكل تهديدا استراتيجيا مباشرا للأمن القومي الخليجي، بل على العكس من ذلك. الدول المتقدمة تتصرف على غير هذا النحو. مثلا كيف تصرفت الولايات المتحدة مع ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مشروع مارشال معروف. كيف تصرفت أوروبا الغربية والولايات المتحدة مع أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى بعد خروجها من أو يعني بعد تفكك المنظومة الشيوعية.